الشعب الأمريكي في الثمانينات كان ما صدق يتعافى من الآثار الكارثية اللي حصلت له بعد حرب فيتنام اللي استمرت 19 سنة و5 شهور من سنة 1955 لسنة 1975، وخسر فيها 58 ألف مواطن أمريكي وأكثر من 168 مليار دولار تكلفة عسكرية مباشرة، غير اقتصاد اتهز واتبهدل جامد بسبب الحرب مع أزمة البترول في السبعينات والتضخم العنيف اللي حصل وقتها في أمريكا. كل ده خلاه يفقد شوية من بريق القوى العظمى اللي بتحكم العالم والنشوة اللي خرجت بيها أمريكا من الحرب العالمية الثانية بانتصارها الفحيح على أشرار كتير، ويبقى بيخاف من الحروب الخارجية وتكلفتها المباشرة والغير مباشرة عليه. قناة برتقان، بنجيب المفيد. تيجي سنة 1990 ويتحط الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الأب في موقف صعب جدا. صدام حسين رئيس دولة العراق قرر يوم 2 أغسطس سنة 1990 انه يمسي على الكويت بنفسه ويحرك الجيش العراقي يحتل الكويت علشان قافشين في فلوسهم اللي مولوا بيها العسكريه العراقيه في حرب العراق ايران سنه 1980 لحد 1988، وهو مش طالبه معاه يدفع الفلوس دي لانها كبيره شويتين 60 مليار دولار، واللي هي بالمناسبه لسه مستحقه لغايه دلوقتي بالاضافه الى 5% من عائدات النفط العراقيه مستحقه الدفع للكويت سنويا بموجب قرار عقوبات مجلس الامن بسبب احتلالهم للكويت. وصدام قرر يحتلها لاسباب اخرى، منها برضه فكرة استيلاء الكويت وانتفاعها بآبار بترول في مناطق متنازعة مع العراق. الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب اتزنق لأنه لازم يحمي مصالحه في السعودية على الحدود مع العراق والكويت في نفس ذات الوقت، ولازم برضه ياخد باله على أولاد العم واللي اتأذت بالفعل من الحرب دي ومات ليها 80 واحد. بس عارف إن الشعب الأمريكي هياكله لما يقول حرب. بس الموضوع لما سخن مع صدام حسين وأعلن يوم 8 أغسطس إن الكويت هي المحافظة رقم 19 للعراق ولم تصبح دولة من هذا التاريخ، قرر جورج بوش بالتزامن مع السخونة دي إرسال قوات أمريكية للمملكة السعودية وقتها علشان تربط على الحدود بين السعودية والعراق لغاية ما يحلها حلال. الحرب في أمريكا لازم لها موافقة الكونجرس، لكن في بعض الحالات تاريخيا رئيس أمريكا بيبعت قوات من غير الرجوع للكونجرس زي ما جورج بوش الأب عمل، بس على شرط إن القوات دي قوات دفاع ورد فعل مش قوات هجوم. وفقا لتاريخ الفترة دي هتلاقي تحالفات عظيمة حصلت اللي عملها برنس الخليج جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا وقتها، واللي لف على 9 دول في 11 يوم علشان يجيب دعم مالي وعسكري. وبالفعل نجح العبقري جيمس بيكر في مهمته واخد 15 مليون دولار من السعودية وزيهم من الكويت، ومصر دخلت بجيش من 35 ألف مقاتل. التحالف وصل قوامه وقت الاشتباك مع القوات العراقية حوالي مليون جندي من 35 دولة بدعم مالي مخيف من أغلب الدول المشاركة. بس فضلت مشكلة قدام جورج بوش معقدة جدا، وهي الغطاء والرضا الشعبي للحرب دي، علشان أصلا الشعب الأمريكي كان مقرف وقتها ومش طالبة معاه حروب وهلك وحرق كهرباء خالص، بالإضافة لأن الشعب الأمريكي ما كانش حابب الكويتيين قوي لأنه شايفهم مدللين وبيقرفوهم وبيتنكوا عليهم أثناء دراستهم في الجامعات الأمريكية، وبالنسبة للأمريكان فنظام حكم آل صباح جبري ومتسلط. يجي في اللحظة دي دور الحكومة الكويتية بالتعاون مع مكتب الاستخبارات المركزية CIA ومع شركة العلاقات العامة الضخمة النافذة هيل أدنولتون، واللي كان بيديرها وقتها الأخ كريغ فولر، واللي قضى قبل ما يمسك إدارة الشركة دي حياته كلها في الحكومة الأمريكية ووصل فيها لمناصب رفيعة جدا زي إنه كان رئيس هيئة الأركان في فترة رونالد ريغان وغيرها من المناصب المهمة جدا واللي فتحت له بطن البيت الأبيض وأهل صناعة القرار في أمريكا، واللي ممكن يسجل في التاريخ إن هو اللي صنع حرب الخليج على إيده. الثلاثي العظيم ده حكومة الكويت والاستخبارات الأمريكية وهيل أدنولتون عملوا أعظم حملة تسويقية ودعائية في التاريخ الحديث. عملوا منظمة اسمها مواطنون من أجل كويت حر، اشتغلت حملة ما حصلتش داخل أمريكا للتوعية بالقضية الكويتية في المدارس والجامعات والشوارع والشركات وحتى جوه الكونجرس ذات نفسه. كان في 115 موظف في 12 مكتب لهيل أدنولتون حوالين أمريكا ما بيعملوش حاجة في الوقت ده غير ملف الكويت، ووصلوا بمجهود كبير وشغل ليل نهار لناس في الكونجرس والحكومة وأثروا بشكل متوسط على الرأي العام. وده حصل من خلال برضو إنهم كانوا بيحجزوا ساعات برايم في التلفزيون الأمريكي والقنوات الهامة علشان يعرفوا الناس بالقضية الكويتية أكتر. لكن ال 12 مليون دولار اللي أخدتهم هيل أدنولتون من الحكومة الكويتية كمقابل الشغلانة دي أكيد ما كانش هدفها هو شوية الشغل الكتير اللي اتعمل والإقناع المتوسط للشعب الأمريكي وبس.
احنا عاوزين الشعب يتعاطف مع القضية الكويتية لدرجة حمسوا انه يبعت ولاده يموتوا في سبيل تحرير الكويت او يرجعوا من غير ايد ولا رجل. وهنا ظهرت الممرضة نيرة على الساحة علشان تقلب الاوضاع تماما. يوم 10 اكتوبر سنة 1990 شاب عندها 15 سنة ظهرت امام لجنة حقوق الانسان بالكونجرس، عرفت نفسها انها اسمها نيرة فقط، وانها لسه جاية من الكويت، وانها جاية علشان تحكي الكوارث الشنيعة اللي الجنود العراقيين بيعملوها في بلدها الحبيب الكويت. وختمت شهادتها بكارثة وفجعة انسانية ان الجنود بيشيلوا الرضع من الحضانات ويرموهم على الارض وياخدوا الحضانات ويمشوا، فطبعا الرضع بيموتوا. قالت الكلمتين دول بدموع وصوت يقطع القلب ويهز الوجدان. طبعا شهادة نيرة الممرضة دي هزت المجتمع الامريكي، وهيل ادنولتون سجلتها فيديو وبعتتها لاشهر البرامج المسائية وقتها، وقدر عدد الناس اللي شافوا الشهادة دي يومها بالليل اكتر من 35 مليون امريكي. وتم استخدام الشهادة دي مئات المرات في احاديث السياسة ومؤيدين الحرب، وجورج بوش الاب نفسه كان بيقولها كل ما يطلع يكلم الناس. بعد الشهادة دي الشعب الامريكي استوى تماما، وفي يناير سنة 1991 وبعد قرار مجلس الامن الملزم لاعضائه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لصد العدوان العراقي لعدم احترام صدام حسين المهلة المقررة لاصلاح الوضع قبل 15 يناير سنة 1991. بعدها طلع بوش على الكونجرس وعرف ياخد منهم موافقة الهجوم، وبالفعل 16 يناير سنة 1991 كانت العراق بيتم زخها بالصواريخ من فوق ومن بعدها، والحرب اشتغلت لغاية لما العراق انسحب يوم 27 فبراير سنة 1991 واعترف بالهزيمة. يناير سنة 1991 في تقرير عظيم لقناة CBS كشفت عن حقيقة زيف الأخت نيرة، وإنها تبقى نيرة سعود الصباح بنت سفير دولة الكويت لدى أمريكا سعود الصباح، وإنها شهادة مدبرة بالكامل من هيل أدنولتون، وأن نيرة كان في فريق كامل بيدربها على اللقاء والتمثيل. الكلام ده اتعرف لما المنظمات الإغاثية والحقوقية راحت الكويت أثناء التحرير، وزارة مستشفى العيدان لقت إن الحضانات موجودة ومحدش من العاملين في المستشفى وقت الغزو أكدوا الحكاية دي ومحدش يعرف عنها حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. سلام. قناة بطوان، بنجيب المفيد.